إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد موضوع اليوم بإذن الله تعالى بعنوان لقاء الأحبة. إن من أصول الإيمان أن نعتقد بأن لقاء الله حق. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه في صلاة الاستفتاح في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح يقول اللهم أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق. فمن أصول الإيمان أن نؤمن بأن لقاء الله حق. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الله مضرة ولا فتنة مضلة. إن من علامات الحب أن تتمنى لقاء المحبوب ورؤيته. من علامات محبتك أنك تتمنى أن تلقى محبوبك وأن تراه. وإن لقاء الله عز وجل هو طب القلوب وشفاؤها وقرة العيون وهناؤها وشفاء النفوس ودوائها. إنه لا يعلم ذلك إلا المحبين الصادقين. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ مشتاقون لرؤيته. لذلك عز الله عز وجل المحبين الذين يشتاقون لرؤيته بقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أي من كان يشتاق لرؤية الله ولقاء الله فإن الله أجل لكم أجلا. لما تنتهي هذه الأجال ستلقون من تشتاقون إليه، لكن أجلها الله. لما تنتهي ستلقون من تشتاقون إليه. إنهم يشتاقون لرؤية الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يرجو لقاء الله فإن أجل. يقول الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويقول تعالى في الحديث القدسي من أحب لقائي أحببت لقاءه
ومن كره لقائي كرهت لقاءه، فمن يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يكره لقاءك يا رب العالمين. وانظر ماذا أعد الله للقائك وماذا أعددت للقائك. يقول تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي أعده الله لعبادي الصالحين. ماذا أعددت أنت للقاء رب العالمين؟ إن الإيمان بلقاء الله من صفات الخاشعين. يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون دون الظن بمعنى اليقين أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الإيمان بلقاء الله يعلي علمه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن أعظم الناس سعادة بلقاء الله أعظمهم طاعة لمولاه. فعلى قدر طاعتك على قدر الفرح الذي سيكون لك يوم القيامة عندما تلقى ربك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نلقاه راض عنا خير أيام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه حتى نلقاه راض عنا غير أيام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قدام الشهد وإياك أن تكون ممن نسى لقاء الله فنسي الله عز وجل، ونسيان الله للعبد تركه في العذاب. يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: أي فيه ترخيم لفلان: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع وتركب الخيل الجميل؟ يقول بلى. يقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيت. ونسيان الله العبد تركه في العذاب. انظر إلى حال المشتاقين إلى رب العالمين. انظر لحال النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم قبل أن يموت بأيام كبيرة قام يخرج في الناس فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فتعجب الصحابة: لماذا يبكي هذا الصحابي الجليل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر أن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فكان العبد الذي خيره رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر أعلم الصحابة. رسول الله خير بين البقاء في الدنيا ولا تلقى ربك؟ لا ألقى. يقول عبد الله بن زيد: ابكي أيها العبد شوقا إلى ربك، فإن بكيت شوقا إلى ربك لن يحرمك الله عز وجل من النظر إليه. إنك تنظر لوجه ربك وتلقاه. لذلك موسى عليه السلام الكريم يقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه موسى تعلمون أنه لما تكلم مع الله من الحب أطال الكلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. إجابة صحيحة. اللي بيمينك عصاي.
لكن موسى عشان بيحب مش عايز يقصر في المكالمة. هيقصر ليه؟ دي من علامات الحب، انك تتلذذ بالكلام مع محبوب، تتلذذ بالكلام مع من تحب. ده معايا باقة بقى والرصيد مفتوح بتتكلم، هتقطع الكلام ليه؟ ده انت شاحن بقى 50 جنيه عشان كده، عشان الكلام مع من تحب. فموسى عليه السلام يتكلم مع من؟ مع الله جل جلاله، فيطول في الكلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. وبعد لذة المناجاة محب طلع. طبعا في يا موسى قال ربي أرني أنظر إليك. خلاص بقى عايز أشوف. ويقول عليه الصلاة والسلام وعلم أنه لم يرى أحد منكم ربه قبل أن يموت. ما أحد يرى ربه في الحياة، إنما رؤية الله بإذن الله تكون في جنة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بغير ضراء مضرة ولا فتنة. إنه الإيمان بلقاء الله وأن لقاء الله في مواقف وأماكن تلقى فيها ربك، تلقى ربك في الدنيا. عايز تلقى ربك في الدنيا في الصلاة. الصلاة لقاء بين العبد وبين ربه ومولاه، لقاء مع سيدك ومولاه. ألا تحب لقاء الله؟ يعني سعادتك ما يشفكش تيجي بيت ربنا وتقابل ربك يدفع كده وتقول لي أنا بحب ربنا وأتمنى لقاء الله في الآخرة وأنظر لوجهه، وأنت ما بتشرب الجنة في الدنيا وبنادي عليه مش سامع في ميكروفونات على المساجد بتكتب على الميكروفونات بسرعة بعضها. يا رب كان ليك بيت في بلدنا، بيتك بتاع ربنا ليك بيت يا خرابي. ده لو اعرف ليك بيت في بلدنا وانا كنت اطلع منه. ما كانش فيه مسجد في بلدنا خالص، ولا ورا بيته كده مسجد وقدام بيته مسجد. ما سمعتش من مسجد بيته وبينادي عليك في واحد يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. لو كنت سامع الأذان وانت فاتح التلفزيون وكنت تقلب على القناة الثانية بتاعت الأفلام تكفي الأذان. ما سمعتش حد بينادي عليك ولا تروح لربك للفلاح وانت ما كنتش راضي بجد ربك. ليه؟ هفضل احكي الجامع معك النهار وقابل ربنا. يعني من سعادتك ما شفتش لقاء الله، من اعظم نعم الله عليك انك تلقى ربك. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاه. الصلاه دي من عين احب شيء الي اللي انا اصلي. لما في وسط الكربات الهم والبلاء اقوم اصلي، مش يبقى لي هم وبلاء اولع الجرس وروق كده اولع الجرس قوم صلي. يعني ايه بصلي؟ يعني قبل ربك هو اللي بيكشف الهم ويفرج القلب وييسر الامر، اللي بيده الامور، اللي له الامر من قبل ومن بعد، اللي مفيش حد هتحصل على الارض الا باذنه ولا في السماء الا بامره، اللي مفيش احد عليك منه ولا حد ابدا هيحبك زيه ابدا، اللي بتعرض عنه وتبعد عنه، مع انه بيقول لك لو جربت شيء هيجرب بفضله اليك ذراع. الله اللي يجرب منك وانت اللي بتبعد، بينادي عليك وسعادتك اللي مطنش ومش عايز تقابله وهتفضل مطنش امتى ما انت هتلف لفتك والاخر هتجيله وتقابله. ما انت عارف الواحد لو يطنش ومش جاي خلاص انت هتضل فين بقى؟ اللي جاي عنه انا مش جاي واللي طايره، لكن هتلف لفتك وهتيجي. انت عارف لو مش عارف
بس في فرق إن يجاب لك وراضي عنك، وفي فرق إنه مش هيجاب لك وهتحجب عنه، لا يكلمك ولا ينظر إليك بعين الرحمة ولا يزكيك ولك عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأي حرمان أن تحجب عن سيدك وربك ومولاك. ثم إنهم لصالوا الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. حرمان بعد حرمان، وشقاء وعذاب بعد حرمان من رؤية الله ولقائه، وأن تصل الجحيم. نسأل الله أن ينجينا من الجحيم ومن ناره ومن عذابه ومن غضبه. الصلاة لقاء بين العبد وربه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة يعني. فإذا قال العبد في صلاته أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغسل وجهه لوجهك في الصلاة، مقبل عليك الوجه ما لم تلتفت. فتصلي خلاص أنا وقت يقول ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده. ما ينفعش تبوش كده، تكاد الملائكة أن تخطف بطنك تكلم ربك ولا تغمض عينيك. ما ينفعش تغمض عينيك، يكره تغمض العينين في الصلاة. تغمض عينيك ليه؟ أنت بتكلم ربك. لينتهينا أكبر رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن الملائكة أبصارهم. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. الله يرد عليك ويقول: حمدني عبد. الله يرد عليك. الرحمن الرحيم أثنى عليك عبد. مالك يوم الدين مجدني عبد. الله يرد عليك في الصلاة، يكلمك. ثم تدعو: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لعبدي ولعبدي بس. تكلم ربك ويرد عليك، تسأله ويعطيك وانت في الصلاة. دي خليك ما تكملش فتحة منك. انت الحمد لله امين. قال لي: يا عم اصبر يا عم، ربنا بيكلمك يا عم. ولا الضالين قال فين يا عم؟ الحمد لله ولا الضالين يا عم. انت قلت استحاجة يا عم. يا عم انت بتكلم ربك، ما تبقى راجل في المقدم وخليه يرد عليك. يعني ربك يكلمك انت الحمد لله يرد عليك حمدني عبدي. انت قلت حاجة لسه، انت مستعجل ليه؟ عامل زي اللي ماشي مع الامام يركع معاه: ايه يا عم انت هتكسر علينا الركعه وتروح بدري؟ يا عم انت كده ما انتش طالع على مع الامام، امال انت بتسرع ليه؟ انت شغال مع لسه بيركع تجي. يا عم اصبر واحده واحده، قوم بين يدي ربك. يا عم انت ممكن تصلي صلاه ولا تقبل. رسول قال عليه السلام: ارجع فصلي فانك لم تصلي. صلي كويس، ما انت بتعمل كل حاجه كويس، شغلك كويس، سجلك كويس، وتعمل الدين وحاجه السنه دي كده. مش معنى الصلاه بتضيع اسنانها ليه وسنانها ليه ومكروتها ليه؟ يا عم الشيخ سيدنا ربنا يقبل يا عم الشيخ، ربنا ما كان بيقبل يا عم الشيخ. يعني ايه؟ يعني مش عايز تبقى فتح على غيرك ليه؟ مش عايز ربك يرد عليك ليه ويكلمك ليه؟ قول الحمد لله رب العالمين. ايه انا بقى الله يكلمك؟ مش الحمد لله رب العالمين امين. ايه يا عم؟ ايه يا مولانا؟ ما ينفعش الكلام. بتدوس على ايه؟ حتى اللي انا بصلي له بتسجد تصلي له. هتزيد ايه معاك يعني؟ انا عارف ان وقتك غالي وراك المصانع والهواني. لا ده نطلع المفروض انت مع نص ساعه نتكلم. بس الكلام هنا مش مريحك، لكن الكلام بره مريح قلبك شويه. انك انت لو عارف انك بتكلم ربك والله هتستخسر تنهي اللقاء. والله تستخسر. طب هخلص اروح يمين ولا اقول يمين؟ في احد علي منه فيه شرف اكتر من الشرف اللي هو فيه ده. يقول لك والله انت عارف انا بقدر اروح مكتبه اي وقت وهو التليفون معايا اتصل اي وقت. يسال والله معايا التليفون اهو والله يرد عليك. اتصل عليه ساعه كده تفكر يرد عليه على طول. انت اللي بتحدد لقاء الله وانت اللي بتنهي اللقاء. عايز تكلم اهو وبيته اهو، بيته موجود جنبك اهو، مش عايز تدخل بيته ولا